وبخلية النحل نختم 2025. هذه آخر وصفة صورتها وياكم. خلية النحل بعجينة ترهم للحلو والمالح. نبدي بالطريقة بسم الله. 4 كوب طحين، ملعقة خميرة، ملعقتين من السكر، ملعقتين من الحليب الباودر، وملعقة من الملح، بيضة واحدة ومي حسب الحاجة. أنا هنا ضاعفت المقادير، وطبعا المقادير بالتفصيل تلقوها أسفل الفيديو. عجنتها كلش زين، صارت العجينة طرية بس بنفس الوقت يعني لازم أنفسها. ضفت عليها 100 غرام من الزبدة المذوبة، عجنتها زين وتركتها تتخمر تقريبا ساعة. ما شاء الله صارت ضعف الحجم. قطعتها بهذا الشكل وراح أبلش أقطعها بهيجي أحجام بالحجم يعني اللي يناسبكم. نبدي ناخذ القطع ونحشيها بالحشوة اللي تعجبكم. أنا حشيت لحم محموس وشوية جبن، وممكن تخلوها سادة وتسقوها بالشيرة بالأخير، أو تحشوها حشوة حلوة نستلا نوتيلا، أي شي تحبوه براحتكم، كلها ترهم. دهنت الوجه بالبيض ورشيتها بحبة البركة بالنسبة للحشوة المالحة، وما شاء الله من انشوت الحجم صار ضعف وطلعت هشة وقطنية وتجنن، لازم تجربوها. وباقي الكمية سويتها سادة بدون حشوة، بس دهنت الوجه بالزبدة هي وحارة حتى تحصل على هذه اللمعة، وزينتها بصوص الشوكولا وبس. والله إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون لايك والمتابعة، وبالعافية.